أعزائي المشاهدين، أحب أقدم لكم أهم أسباب الخوازيق في حياتي، واللي بصمت بالعشرة إنه السبب الأساسي في كل مشاكلي، واللي عهدت نفسي برضو إنه مش هيتكرر تاني أبدا. وحبيت إني أنقل لكم تجربتي دي علشان تتجنبوا الخوازيق انتوا كمان. السبب ده هو إني بشرب القهوة سادة، بس كل حاجة غيرها كنت بعملها في حياتي زيادة. بحب بزيادة، بخلص بزيادة، بتعشم بزيادة، كنت جدعة بزيادة. لكن اكتشفت ان حتى الصفات الحلوة ما ينفعش تبقى زيادة. صدقوني ما ينفعش، مش صح. حتى الحب ليه مقدار، لو زاد عن حده بيبوظ. كل معركة كنت برجع فيها متعورة ومتمرمطة كنت بلاقي ان الحتة الزيادة دي هي السبب في خراب حاجات كتير قوي. لأنك باختصار بتقطع الحتة الزيادة دي من روحك، وبالتالي بتفتكر إن اللي خدها بقى جزء منك ومن روحك، وإنه هيحس بيك زي ما حسيت بيه بزيادة، وإنه هيحبك زي ما حبيته بزيادة، وإنه هيخلص لك زي ما أخلصت له بزيادة. لكن للأسف ما كنتش أعرف إن المشاعر الطيبة ليها مقدار، وإن اللي بيدي بزيادة ده يا إما يكون زاهد بدرجة ملائكية للأسف معرفتش أكونها، يا إما يعود نفسه إن هو يعد الخيبات والخسارة اللي هتعدي عليه في حياته. واكتشفت إن الوسطية في كل حاجة خير، حتى في المشاعر الطيبة الجميلة.